أكد عزيز كركاج مدرب أولمبيك خريبكا أن فريقه يسعى لإلحاق الهزيمة بالرجاء خلال القمة المرتقبة بينهما يوم الأربعاء في الجولة 29 من الدوري المغربي. ويتصدر الرجاء الترتيب ب54 نقطة بفارق نقطة أمام الوداد، فيما يحتل أولمبيك خريبكا المرتبة قبل الأخيرة. وقال كركاش في تصريحات لقناة الرياضية: سنسعى للفوز على الرجاء ثم في الجولة الأخيرة، لأن هذا هو الحل المتبقي لفريقه على أمل تعثر منافسيه على الهبوط كي يضمن بقاءه بين الكبار. وأضاف: لم نخسر رهان البقاء بعد، إلا أن هذا لن يتم إلا بالفوز على الرجاء أولا، وبعدها الانتصار في المباراة الأخيرة، على أمل أن نتلقى هدية سقوط أحد منافسينا الذين يتقدمون علينا في الترتيب. وشدد: سنهزم الرجاء لأن هذا هو الحل المتبقي لدينا، وهذا لا يعني أننا سنحاول إسداء خدمة لأحد، بل لخدمة مصالحنا. الأمور صعبة للغاية لكنها ليست مستحيلة، وكرة القدم عودتنا على انتظار النتائج خارج التوقعات. وتجدر الإشارة إلى أن المباراة ستقام يوم الأربعاء 7 أكتوبر على 7 مساء بملعب البلدي خريبكا. سيدخل المباراة فريق الرجاء البيضاوي منقوصا من 4 لاعبين أساسيين في خط الدفاع، وهم اللاعب جبيرة وعمر بطيب وعبد الرحيم شاكر، بالإضافة إلى متوسط خط الدفاع سند وورفالي. يمكنكم متابعة المباراة على موقعنا من خلال أسفل رابط الفيديو.